إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، تناولنا في اللقاء الماضي في شرح موقظة الذهبي رحمه الله معنى قول المحدثين رحمهم الله تعالى في الحديث هذا حديث حسن، وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك، وحاولنا جاهدين أن نقرب بين هذه الأقوال الواردة عن علماء الحديث رحمهم الله. وخلاصة ما ننفصل عنه في هذا الباب أن الحسن قسمان: قسم وهو الذي يسمى عند الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بالحسن لذاته، إذ يكون الحسن نابعا من ذات الرواية وليس من انضمام شيء آخر إليها، كأن يكون الراوي مشهورا بالصدق والديانة والأمانة، إلا أنه ليس في الحفظ والتثبت والإتقان في أعلى درجات الثقات، وإن كان يشمله اسم الثقات فهو من جملتهم، ولكنه دون مراتبها العليا. فهذا الراوي إن تفرد بحديث يكون حديثه إذن من الحسن لذاته. ونلاحظ أن ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى حينما ذكر هذا النوع قال أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. يعني أن الحديث لا يكون حسنا لذاته إلا إذا كان سالما من الشذوذ والعلة. درسنا في نوع الصحيح أن الحديث لا يكون صحيحا ولو كان راويه ثقة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة. فإذا من باب أولى يكون الحسن كذلك، أعني الحسن لذاته، فإنه إذا كان شاذا أو معلولا لا يمكن أبدا أن يكون ممن يصدق عليه اسم الحسن. وتلاحظ أخي الفاضل أن في جميع أنواع الحديث المقبول سواء منه ما كان صحيحا أو ما كان حسنا بنوعيه في القسمين يشترط العلماء أن يكون سالما من الشذوذ. فالصحيح مثلا لابد أن يكون سالما من الشذوذ، والحسن لذاته أيضا لابد أن يكون سالما من الشذوذ، وكذلك الحسن لغيره لابد أن يكون سالما من الشذوذ، كما قال الترمذي عليه رحمة الله: ولا يكون الحديث شاذا، وهو يتكلم عن الحسن
لغيره. نفهم من هذا أن الشذوذ هو من نوع الضعف الشديد، أن الشذوذ في الرواية هو من نوع الضعف الشديد، لأن الترمذي كان في معرض الحديث عن الرواية التي تتقوى بغيرها، في معرض الحديث عن الرواية التي تتقوى بغيرها، لأن الحسن عنده ليس هو الحسن لذاته، الحسن عند الترمذي هو الحسن لغيره، أي الذي جاء حسنه من انضمام روايات بعضها إلى بعض. ومع ذلك اشترط في هذا النوع من الحديث أن يكون سالما من الشذوذ. فعلم من هذا أن الشاذ من الضعيف جدا، لأنه لو كان من الضعيف ضعفا هينا لما استثناه في الحسن لغيره، لأن الضعيف ضعفا هينا ينجبر باجتماع الطرق، ينجبر باجتماع الطرق. فلما ذكر أن هذا الحديث الذي ينجبر باجتماع الطرق لابد لكي يصلح للتقوية بهذه الطرق أن يكون أصلا سالما من الشذوذ، فهمنا من هذا أن الشاذ لا يصلح للتقوية، إذن هو من الضعف الشديد. ولعلك إذا قرأت كلام الترمذي من أوله إلى آخره فهمت هذا بوضوح، فإنه اشترط في الحديث الحسن، يعني الذي يتقوى فيصير حسنا، الضعيف الذي يتقوى فيصير حسنا، اشترط فيه رحمه الله أن يكون راويه غير متهم بالكذب، لا يكون متهما بالكذب. ثم قال ولا يكون الحديث شاذا، ثم قال لا يكون الحديث شاذا. المتهم بالكذب يصلح حديثه في التقوية؟ لا يصلح، لأنه من الضعف الشديد، فلهذا استثناه وأخرجه من نطاق الحسن. فكذلك أيضا لما استثنى الشاذ عرفنا أن الرواية الشاذة عنده كمثل الرواية التي يرويها من هو متهم بالكذب، تستثنى ولا تصلح في باب الاعتضاد ولا في التحسين باعتبار المجموع. لماذا يكون الشاذ ضعيفا جدا؟ يكون الشاذ ضعيفا جدا لأننا قد تحققنا من خطأ الراوي فيه، لأن الشاذ ليس الحديث الذي فيه راو يخشى من وقوع الخطأ منه. الراوي الذي يخشى أن يقع له خطأ في الرواية هذا ما يكون حديثه شاذا بمجرد هذا، بل الذي يخشى لعله أصاب لعله أخطأ، يحتمل أن يكون أصاب يحتمل أن يكون أخطأ، هو هذا النوع الذي ينفع في التقوية. فإذا من ضمت روايات ترجح جانب صوابه أخذنا بذلك، وترجح لدينا بذلك أنه أصاب ولم يخطئ. وإذا وجدناه خالف أو تفرد بما لا يحتمل من مثله حينئذ ضعفنا روايته. أما الشاذ فهي رواية قد فرغ منها، انتهى البحث فيها من أنها خطأ متحقق، خطأ متيقن، وما دام الأمر كذلك فمثل هذه الرواية لا نعتد بها ولا نعتبر بها، بل إن وجودها وعدمها سواء، فكأنها لم تروى أصلا. فلهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى دائما وأبدا يدورون في فلك الاحتراز من الرواية الشاذة. وإذا ثبت في رواية من الروايات أنها شاذة أي خطأ متحقق، سواء كان الراوي ثقة أو صدوق أو ضعيف، فهذه الرواية لا تصلح لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد. هذا أولا.
ثانيا، كلام الترمذي هذا يستخرج منه فائدة أخرى. كلام الترمذي رحمه الله يستخرج منه فائدة أخرى، فإنه ذكر أن الحديث يكون حسنا إذا اجتمعت فيه 3 أوصاف. الوصف الأول أن يكون راويه سالما من أن يكون متهما بالكذب، يعني قد يكون ضعيفا إلا أن ضعفه ليس شديدا، إنما هو ضعف هين، صح الكلام؟ ثم اشترط بعد ذلك أن يكون حديث هذا الراوي الذي لم يشتد ضعفه سالما من الشذوذ. مش هو ده كلام الترمذي؟ ماذا فهمتم من هذا؟ نفهم من هذا أن الحديث الشاذ يقع في أحاديث الضعفاء كما يقع في أحاديث الثقات، لأن الشاذ إذا لم يكن يقع في أحاديث الضعفاء لما كان الاحتراز منه في حديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه معنا. ليه؟ إذا كان الشاذ لا يقع في أحاديث الضعفاء لاكتفى الترمذي بقوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يحتاج إلى أن يشترط أن لا يكون الحديث شاذا. لماذا؟ لأن الشاذ إذا لم يكن يقع أصلا في أحاديث الضعفاء فهو إذن لا يحتاج إلى التنصيص على الاحتراز منه، فلما نص على الاحتراز منه فهمنا أنه قد يقع في أحاديث الضعفاء كما يقع في أحاديث الثقات. مثل هذا مثل ما ذكره العلماء رحمهم الله في تعريف الحديث الصحيح. الكلام ده مهم جدا، هنستفيد فيه لما نتعرض لمبحث الحديث الشاذ واختلاف العلماء، هل الشاذ يشترط فيه ثقة الراوي أو لا؟ ماشي الكلام؟ خليك معايا لآخر الخط. يعني العلماء عليهم رحمة الله لما عرفوا الحديث الصحيح ذكروا أن الراوي الحديث الصحيح ثقة، صح الكلام؟ راوي ثقة أم ضعيف؟ ثقة. ثم قالوا ولا يكون شاذا ولا معللا. فهمنا إيه من الكلام ده؟ فهمنا أن الثقة قد يقع في حديثه الشاذ والمعلول. لو أن الشذوذ والعلة لا يقعان في أحاديث الثقة هل كان العلماء يحتاجون إلى الاحتراز منهما في تعريف الصحيح؟ لا يحتاجون. فلما احترزوا من الشذوذ والعلة في حديث الثقة فهمنا تلقائيا أن الثقة قد يقع في حديثه الشذوذ والعلة. فكذلك كلام الترمذي لما اشترط في الحديث الحسن أن يكون راويه سالما من الضعف الشديد، ومعنى ذلك أن الراوي ضعيف من جملة الضعفاء، ثم اشترط أن لا يكون حديث هذا الرجل شاذا، فهمنا أن الشذوذ قد يقع في أحاديث الضعفاء. وفي هذا رد على من جعل الشاذ خاصا بأخطاء الثقات، فنقول له لا، ها هو الترمذي كلامه يدل على أن الشاذ يقع أيضا في أحاديث الضعفاء. مفهوم الكلام دوت؟ إنما الحديث يكون حسنا إذا سلم من الشذوذ. لابد أولا يسلم من الشذوذ والنكارة والعلل الخفية، ثم بعد ذلك ننظر في حال الراوي، فإذا كان حال الراوي فيه ضعف محتمل انجبر ذلك الضعف بالروايات من الشواهد والمتابعات التي تنضم لروايته فتقويها. ومع ذلك فيقع في هذا الباب تخليط عظيم جدا من قبل من لم يفهم هذا الباب على وجهه، فيتصور كثير من الباحثين أن أي رواية أو أي ضعيف جاء برواية انضمت إليه رواية أخرى يرويها ضعيف آخر يكون المجموع حسن لغيره.
زي ما قلنا ان بعض الناس بيعمل ايه، علم الحديث كده عمليات حسابيه، صدوق زائد ثقه زائد ثقه يساوي حسن، طه نقول لا، في فهم. فبعض الناس كذلك يجمع روايات متعدده للحديث الواحد، كل روايه منها فيها نوع ضعف، فاذا به يقول هذه الروايات كل روايه منها ضعيفه لكن المجموع يكون حسنا. لا شك أن هذا من حيث التأصيل العام كلام سليم، فإن مجموعة هذه الروايات يجعلها من قسم الحسن لغيره. لكن لابد أن تكون هذه الروايات المتعددة تعددها حقيقي وليس ناتجا عن خطأ من بعض الرواة أو ناتجة عن تعدد صوري لا حقيقة له في الواقع. زي ما امبارح تكلمنا في ايه؟ في الحديث الذي رواه ثلاثة: علي بن الحكم البناني، والحجاج بن أرطاة، وليث بن أبي سليم، كلهم يرويه عن عطاء عن أبي هريرة. هذا تعدد أم لا؟ تعدد. لكن بعد التتبع والنظر في الروايات تبين أنه ليس هناك تعدد. في الواقع أن الحديث حديث ليث ابن أبي سليم، وأن من رواه عن عطاء غير ليث إنما أخذه من ليث عن عطاء. فعلي بن الحكم لم يسمعه من عطاء إنما أخذه عن رجل عن عطاء. والحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن، فالظاهر أنه أسقط بينه وبين عطاء ليث ابن أبي سليم. فهذه الروايات المتعددة في الواقع نقول هذا تعدد صوري من حيث الصورة فقط، أما في حقيقة الأمر فليس هناك تعدد. فبجيش أنا في مثل هذه الروايات أقول هذا حسن لغيره. ليه؟ لأنها وإن كانت روايات متعددة لو سلمت من الشذوذ أو سلمت من العلة لتقوت، لكنها والحالة هذه تكون من قبيل الشاذ أو المعلول فلا تتقوى. فاهمين الكلام ده؟ أيضا من التعدد الصوري أن يكون الحديث يرويه رجل واحد يرويه رجل واحد هو المتفرد به، ولكن هذا الراوي تارة يذكر في الإسناد باسمه، وتارة يذكر بكنيته أو بنسبته أو بلقبه. فيتصور بعض الباحثين الذين لم يتوسعوا في البحث أن هؤلاء عدد من الرواة وليس راويا واحدا، فيذهب فيقوي رواية هذا برواية ذاك، والواقع أنه رجل واحد، لكن مرة بيلبس قميص، مرة بيلبس عباءة، مرة يلبس غترة، مرة يلبس قلنسوة، لكن تغيرت الأشكال والصور لكن الحقيقة واحد. يقع هذا في بعض الحديث فيتوهم بعض الباحثين الذين لا يتوسعون في البحث أن هؤلاء عدد من الرواة، فيقوي رواية بعضهم ببعض، والواقع أنه راو واحد في الواقع، ذكر مرة باسمه، ذكر مرة بكنيته، ذكر مرة بلقبه أو نسبته، فيتوهم الباحث أن هؤلاء عدد بينما هو إيه؟ واحد. مثال ذلك راوي اسمه دويد تصغير داوود، في راوي اسمه دويد ابن نافع، ده ثقة، مش هو ده بتاعنا، ده واحد تاني، ماشي. هذا الراوي اسمه ايه؟ دويد، عن أبي إسحاق بإسناده حديث النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا دار من لا دار له ولها يعمل من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له
ولها يعمل من لا عقل له. دويد هذا مجهول، ماشي الكلام؟ يعني لو أنه تفرد بالحديث يكون حسنا أم يكون ضعيفا؟ الله أكبر، ما شاء الله، فطاحل. لكن لو توبع فلربما تابعه مثلا راوي ثقة أو صدوق فينتفع بهذه المتابعة، أو حتى لو تابعه مجهول مثله بعض أهل العلم يقوي مثل هذا. لكنه إذا تفرد يبقى على تفرده فيظل الحديث ضعيف. جاء بعض الباحثين الأفاضل وقال لا، هو لم يتفرد، لم يتفرد، فقد تابعه رجل آخر اسمه داود ابن سليمان أبو سليمان النصيبي. حلو قوي. تابعه ايه؟ داود ابن سليمان أبو سليمان النصيبي. فقال خلاص، فمهما كان دويد غير معروف فعندنا متابع له، فالحديث يتقوى بمجموع الروايتين. والواقع أنك إذا تأملت وبحثت تجد أن دويد هذا هو داود بن سليمان. هو أصلا اسمه داود ابن سليمان، ويكنى بأبي سليمان، وينسب نصيبيا إلى نصيبين، نسبة إلى بعض البلدان، ماشي الكلام؟ وكان يلقب بدويد، بيصغروا بيدلعوه يعني، زي ما يقولوا يعني، ها؟ زي مثلا كان العرب احيانا لما يجي الطفل الصغير الذي يسبب بعض الاسماء يصغروا الاسم، على زي ما احنا بنسميه ايه، تدليع يعني، يدلعه. فكان داود هذا يقولوا له ايه؟ يا دويد. وكانوا اذا يقولون لعلي علان، علي علان، وعبد الله يقولون عبدان، يا عبدان، اختصار ايه؟ عبد الله. فانت تقول ايه؟ عندنا عبدان وعندنا عبد الله، يبقى رجلان تابع كل منهما الاخر، وهو واحد. مرة ذكر بلقبه ومرة ذكر بايه؟ باسمه. يبقى لما فهمنا الموضوع دوت اصبح الحديث من رواية رجل واحد ام لا؟ وليس هناك تعدد. ومن قوى هذا بهذا كان كمن قوى الحديث بنفسه، كان كمن قوى الحديث بنفسه. إذن قول الترمذي ويروى نحوه من غير وجه، لابد أن يحتاط في هذا من مثل هذه الأشياء، فلا تثبت للحديث أكثر من وجه بمثل الروايات التي تقع من باب التعدد الصوري، ليس له حقيقة في الواقع، هو تعدد في طريقة التعبير عن الراوي وعن اسمه، وإنما هو راوي واحد. كذلك أيضا عندنا حديث يرويه حماد ابن سلمة عن قتادة ابن دعامة السدوسي بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. ماشي الكلام؟ مين اللي بيروي الحديث ده عن قتادة؟ حماد ابن سلمة. العلماء قالوا كالدرقطني وغيره إن حماد أخطأ في رواية هذا الحديث موصولا، إنما الصواب ماذا؟ أنه مرسل. يبقى هنا في علة، صح الكلام؟ يبقى نتعامل مع هذا الحديث على أنه إيه؟ مرسل. نتعامل مع هذا الحديث على أنه مرسل. لكن لو وجدنا غير حماد بن سلمة رواه بإسناد آخر متصل فلربما قوى ذلك المتصل، صح الكلام؟ فلقينا رواية موجودة في الكتب عن حماد
ابن زيد عن قتادة بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا عندنا ايه؟ متابع ولا مش عندنا؟ يبقى حماد بن سلمة لم يتفرد، إنما تبعه مين؟ حماد ابن زيد. حماد بن زيد لوحده ثقة، يعني الحديث بهذا الإسناد وحده يصير صحيح، فكيف إذا كان حماد بن سلمة أيضا يروي الحديث؟ ماشي الكلام. ولكن هذا في الواقع كما أقول تعدد صوري ملهوش حقيقة في الواقع. يعني حماد بن زيد لو طلعناه من القبر النهاردة هيقول لك أنا عمري ما رويت الحديث ده، عمري ما سمعت به. ايه اللي حصل في الحديث دوت؟ قالوا ان هذا الحديث حديث حماد بن سلمة ليس لحماد بن زيد فيه شيء، ومن رواه عن حماد بن زيد عن قتادة أخطأ، إنما الصواب عن حماد بن سلمة عن قتادة. طب من أين جاء هذا؟ قالوا كان في كتاب الشيخ الراوي عن حماد أن الحديث عن حماد عن قتادة، عن حماد عن قتادة، من حماد هكذا من غير أن يذكر اسم أبيه. فلما أراد أن يحدث توهم أن حماد هذا هو حماد ابن زيد، فراح رواه بعد أن نسبه إلى زيد فقال حماد ابن زيد، والصواب حماد ابن سلمة. يبقى رجع الحديث إلى إيه؟ الرواية الأولى، مفيش تعدد. ويؤكد هذا أن حماد ابن زيد نفسه كان يقول كنت أريد أن أسمع من قتادة فسافرت إليه فبلغني وفاته قبل أن أصل إليه، لم يلتقي أصلا بقتادة، لم يرى قتادة أصلا، فكيف يروي عنه؟ وهذا إن دل على شيء يدل على ماذا؟ على أن هذا الحديث حديث مين؟ حماد ابن سلمة، ليس لحماد ابن زيد فيه خف ولا حافر. يبقى ده تعدد صوري ولا حقيقي؟ صوري ملوش واقع. واضح الكلام دوت؟ حاجة تانية، أحيانا يقع تصحيف يوهم التعدد. عندنا حديث بيرويه واحد اسمه عبيد ابن القاسم. خلي بالك من الكلام ده عشان تخلي بالك وتدقق في الأسانيد شوية، مش كل ما تشوف راوي تبحث عنه فتقول ثقة، قد يكون أصلا هذا الراوي لم يسمع بالحديث. روى عبيد ابن القاسم هذا حديثا عن إسماعيل ابن أبي خالد بإسناد له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. عبيد بن القاسم هذا كذاب. يبقى الحديث دوت ايه؟ ضعيف. مش ضعيف بس، ده ضايع يا ده ضايع خالص، ارمي به. ماشي الكلام؟ وهو المتفرد بالحديث كما قال ابن عدي والطبراني وغيرهم. لكن وقع في بعض الكتب هذا الحديث من رواية رجل اسمه عبثر ابن القاسم عن إسماعيل ابن أبي خالد. اسمه إيه ده؟ عبثر ابن القاسم عن إسماعيل ابن أبي خالد. عبثر دوت ثقة، فجاء بعض الناس ممن لا يدققون في الأسانيد قال إيه؟ ولئن كان الحديث قد رواه عبيد ابن القاسم وهو كذاب فلا يضر ذلك الحديث. ليه؟ لأنه قد رواه من؟ عبثر ابن القاسم الثقة، في الحديث صحيح. ولكن في الواقع هذا خطأ أصلا وتصحيف. يعني الراوي صحف بدلا من أن يقول عبيد قال إيه؟ عبثر.
فصار الراوي راويا آخر، صار الراوي راويا إيه؟ آخر. يبقى التعدد ده تعدد حقيقي ولا صوري؟ صوري، ملوش واقع. ومن الذين نبهوا على علة هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في إرواء الغليل. أيضا من ذلك حديث يرويه عبد الله ابن المؤمل، وده راجل ضعيف، عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم لما إيه؟ شرب له. هذا الحديث عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى من رواية عبد الله بن المؤمل هذا، وهو المتفرد به وهو ضعيف. جه واحد رواه بإسناد الله عن إبراهيم ابن طهمان، وده ثقة، عن أبي الزبير عن جابر. وروي أيضا عن حمزة الزيات عن أبي الزبير عن جابر. هذه الروايات كلها تروى عن أبي الزبير عن جابر. يبقى احنا عندنا ايه؟ 3 رواه كل منهم رواه عن أبي الزبير عن جابر. عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف، حمزة الزيات أيضا وفيه ضعف، لكن إبراهيم بن طهمان صدوق. فالحديث برواية ابن طهمان وحده قد يكون من قسم الحسن، ومن ضمن الروايات الأخرى إليه يكون من قسم الإيه؟ الصحيح لغيره. ومع ذلك يقول العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته في هذا الحديث، وكذلك في النكت على كتاب ابن الصلاح، يقول هذا خطأ، فإنما إبراهيم ابن طهمان أخذه من عبد الله ابن المؤمل عن أبي الزبير، يبقى رجع لإيه؟ لابن المؤمل. وكذلك حمزة الزيات إنما أخذه عن ابن المؤمل عن أبي الزبير، زي ما حصل في حديث إيه؟ امبارح. يبقى تعدد صوري ملوش حقيقة، ليس له واقع، فقط هو من حيث الشكل الخارجي، لكن حقيقة الأمر ليس في ذلك إيه؟ تعدد. أيضا حديث يرويه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان. خلي بالك من الكلام ده، أصل علم الحديث دوت ممتع أوي يا ولاد، والله ممتع أوي، بس أنت بقى عيشه، عايزك تتمتع كده، يعني ما بيحتاجش سكر ولا حاجة، هو كده لوحده رباني كده، رباني كده، يعني طعمه يعني حلو، وبيشغل الايه؟ الفكر، الدماغ تشتغل كده تفكر. عبد الرزاق بيروي حديث عن مين؟ عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام، والشغار أن يبدل الرجل أخته بغير صداق، إن يتجوزوا بالتبادل، يعني تجوزني أختك أجوزك أختي، وإلا فلا، اجعل ذلك شرطا، صفقة يعني. هذا يسمى شغار، وهذا فيه النهي. لا شغار في الإسلام، والشغار أن يبدل الرجل أخته بغير صداق. أنت لما تبص في السند ده تقول إيه؟ هذا إسناد حسن. ليه؟ عبد الرزاق ثقة، ومعمر ثقة، ثابت ثقة، أبان ضعيف كذاب متروك الحديث، لكنه لم يتفرد. ليه؟ لأن ثابت تابعه، لأن معمر يرويه عن ثابت
أبان، ما قالش عن ثابت عن أبان فقط، إنما ثابت وإيه وأبان. فلئن كان أبان فيه الكلام المعروف فالعمدة على مين؟ ثابت. وثابت كما يقول الذهبي ثابت كالإسطوانة، ثابت كاسمه. عن أنس الصحابي رضي الله عنه. إذن هذا الإسناد أقل أحوال أن يكون حسنا إن لم يكن صحيح. منكر. سبحان الله يا أخي، الأئمة دول متعصبين ولا إيه؟ كل حاجة عندهم منكر منكر منكر. ويجي واحد من بتوع اليومين دول يقول لك ولا يظهر وجه نكارته فلا اعتبار بكلام أحمد. مسكين حرم التوفيق. يا عم أنا صوتي مش شغال، هات أي حاجة تسلك عشان أتمتع بأحمد بن حنبل. حرم التوفيق، يعني العلم جاله لحد عنده وهو رفضه. طب لو العلم ما جالوش هنقول معذور، ده الإمام أحمد ريحك والعلم وصل لحد عندك وفي الآخر تقول لا 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 لا، ما دليل أحمد على الكارة؟ ما هو الدليل أنت مش فاهمه. إيه ذنب أحمد؟ كنت أنت ما بتفهم. أحمد كان بيكلم اللي بيفهمه. أحمد كان بيتكلم معاه اللي بيفهمه. طب اللي ما بيفهمش دوت إيه ذنب أحمد؟ ها؟ أنا لما بلاقي إمام أنكر حديث إسناده ظاهره الصحة بعمل إيه؟ أروح مخلي الحديث دوت في دماغي وأدور في الكتب أحاول أفهم ليه الإمام دوت أنكر الحديث. يعني أتعلم يا أخي من الإمام، مش أنا أجعل نفسي راسي براس الإمام. اجعل نفسك تلميذ بين يدي الإمام يعلمك، ولا إيه؟ لو كل واحد أي حاجة مش فاهمها يردها يبقى عمره ما هيتعلم. لازم عشان تتعلم شيء جديد تقتنع إن العالم ده الإمام ده أعلم منك. ما هنقول تقلده، ولكن كلامه يجعلك تبحث وراءه، تفتش لعل هناك شيء أنت لم تلاحظه والإمام تنبه له. كما يقول ابن أبي الثلج كنا نسأل يحيى ابن معين عن الحديث. جزاك الله خير. كنا نسأل يحيى ابن معين عن الحديث فيقول هو باطل ولا يدفعه بشيء، ما يجيبش دليل على الكلام ده. طب هم كانوا يعملوا ايه؟ كانوا طلبة علم بقى. يقول فنظل سنتين نبحث حتى نقف على علته. فهو ده طالب العلم، مش كل ما حاجة ما يفهمهاش يرفضها، كل ما يفهمش حاجة يرفضها. صبر جميل. فالحديث دوت أيضا من الأحاديث اللي هي أخذت معايا وقت لحد ما فهمت مغزى كلام الإمام أحمد رحمه الله. عندنا إسناد ما شاء الله عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأنس، ثابت وأبان عن أنس. لا شغار في الإسلام، والشغار أن يبدل الرجل أخته بغير صداق. انتوا فاكرين قصة أحمد بن حنبل لما دخل على ابن معين في صنعاء فوجد ابن معين يكتب صحيفة أبان عن أنس؟ فاهمين الكلام ده؟ فقال له أحمد بن حنبل تكتب صحيفة أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ قال نعم يا أبا عبد الله أكتبها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب فيقول ثابت عن أنس. يبدل أبان ثابت مكان إيه؟ أبان. فأقول له كذبت، إنما هذا حديث أبان عن أنس وليس من حديث ثابت عن أنس. اللي حصل هنا شبيه بهذا. ماذا قال العلماء وماذا دلت مجموعة الروايات في الباب؟ قالوا إن هذين حديثين وليس حديثا واحدا. إن هذين حديثين وليس حديثا واحدا. أحد الحديثين يرويه ثابت عن أنس
والحديث الآخر يرويه أبان عن أنس. فجاء الراوي اللي هو معمر فدمج بين الحديثين وساقهما سياقة واحدة، فأوهم أن الحديثين من رواية الرجلين، وإنما أحد الحديثين من رواية ثابت والحديث الآخر من رواية مين؟ أبان. طب اشرح أكتر عشان نفهم. قال العلماء: الحديث الأول وهو قوله لا شغار في الإسلام. هنا ينتهي الحديث الأول، هنا ينتهي الحديث الأول وهو يرويه أبان عن أنس عن رسول الله. يبقى كلمة لا شغار في الإسلام من اللي رواها؟ أبان فقط، اللي هو المتروك. فقال أبان عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شغار في الإسلام. أما قوله والشغار أن يبدل الرجل أخته بغير صداق، فهذا يرويه ثابت عن أنس من قوله. فاهمين حاجة؟ نقول تاني موقوف بارك الله فيك. ثابت لم يروي عن النبي أنه قال لا شغار في الإسلام، إنما الذي يروي ذلك من أبان. إنما ثابت يروي عن أنس من قول أنس نفسه قوله الشغار أن يبدل الرجل أخته بغير صداق. يعني تفسير الشغار من كلام أنس نفسه. الله يفتح عليك، ده اللي بيسموه المدرج، ده اللي بيسموه الايه؟ المدرج. فلما كان حديثان احدهما يرويه ابان عن انس مرفوعا بلفظ لا شغار في الاسلام، والاخر يرويه ثابت عن انس موقوفا في تفسير الشغار، جاء الراوي فدمج الروايتين ولكنه لم يميز، فجعل كل الحديث مرفوعا، بينما بعضه موقوف وبعضه ايه؟ مرفوع. وجعل كل الحديث من رواية ثابت وأبان، بينما المرفوع منه من رواية أبان والموقوف منه من رواية ثابت. يبقى هنا فهمنا بقى ليه أحمد أنكر هذا الحديث. فهمنا ولا ما فهمناش؟ بس بقليل من البحث والتفتيش في الكتب قدرنا نفهم الأئمة دي بتتكلم ازاي. يبقى أنت النهاردة هنا ما تجيش تقول لي ولئن كان أبان فيه ضعف لكن تابعه ثابت، نقول لك لا، دي مش متابعة في الواقع، دي مخالفة، لأن قوله لا شغار في الإسلام مضافا إلى النبي مما تفرد به أبان فيظل على ضعف. إنما الصحيح هو ما رواه ثابت عن أنس من قوله وليس من روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الشغار أن يبدل الرجل أخته بغير صداق. تعريف الصغار معايا؟ نعم. إذن المرفوع أبان هو الذي رواه، ما رواه ثابت، يبقى يبقى على إيه؟ ضعف، يبقى على ضعف. لماذا يبقى على ضعف؟ لأنه تفرد به أبان ابن أبي عياش الضعيف جدا. إذن هذه المتابعة المذكورة في الإسناد تعتبر متابعة إيه؟ خطأ صورية ليس لها حقيقة في واقع الإيه؟ الأمر. أيضا أحيانا بعض الضعفاء يروي الحديث الواحد عن المتن يعني، فتارة هو نفسه هذا الضعيف يروي المتن بإسناد ثم يرويه هو نفسه مرة أخرى بإسناد آخر، ثم هو نفسه يرويه مرة ثالثة بإسناد ثالث، وهكذا. ده احنا بنسميه ايه؟ اضطراب. بنسميه اضطراب، يعني الراوي الضعيف هذا لم يتقن إسناد الحديث، إنما ايه؟
اضطرب فيه. نعم هو حفظ المتن لكنه لم يحفظ الايه؟ السند، فصار يحدث بهذا المتن كل مرة بإسناد غير الإسناد الأول. معروف ان حفظ المتون اسهل من حفظ الاسانيد. يعني الواحد منا ممكن يكون حافظ مئات الايه؟ المتون، لكنه يخلف في الاسانيد، صح؟ فكان بعض الضعفاء يحسن حفظ المتن لكن يغلط في ايه؟ في سنده. من هؤلاء عبد الله ابن لهيعة، كان فيه الحته دي، تبص تلاقي ابن لهيعة مع انه ضعيف إلا أنه مع ذلك يأتي إلى متن واحد فيرويه تارة بإسناد وتارة بإسناد وتارة بإسناد. فده دليل على إيه؟ على ضعفه، وأنه لم يحسن حفظ إسناد هذا المتن. فيأتي بعض الناس ممن لا يفهمون هذا الباب جيدا ويقول هذا الحديث له 3 أسانيد أو 4 أسانيد أو 5 أسانيد، فيسوق تلك الأسانيد كلها وهي في الواقع ناتجة عن اضطراب هذا الرجل، فليست في الواقع هذه أسانيد حقيقية للحديث، إنما هو تخيل وتهيؤ ومجرد ظن وحدث من قبل ذلك الراوي الضعيف حيث لم يحسن حفظ إسناد هذا المتن. فتوهمت أنت يرحمك الله، فتوهمت أنت أن هذا المتن مروي بإيه؟ بأكثر من إسناد. يعني ابن لهيعة مرة روى حديث في تكبيرات العيد، فمرة رواه ب4 أسانيد، هو لوحده لم يتابع على شيء منه، رواه ب4 أسانيد عن عائشة أم المؤمنين، هو لوحده كده، يعني تفرد ب4 أسانيد عن عائشة فقط، لم يروي هذه الأسانيد ولا بعضها غير ابن لهيعة. ورواه أيضا مرة أخرى بإسناد آخر عن أبي واقد الليثي، ومرة أخرى بإسناد آخر عن أبي هريرة. كل دوت لم يأتي به إلا ابن لهيعة. يجي بعض من لا يفهم هذا الباب يقول لك وكل إسناد من تلك الأسانيد رغم أن فيه ضعف إلا أن بعضها يجبر بعضا، ولو تأمل لوجدها كلها تدور على عبد الله بن لهيعة، وهذا دلالته على خطئه واضطرابه أقوى من دلالته على حفظه للحديث. أيضا قد يكون الحديث له إسناد معروف، قد يكون الحديث له إسناد معروف عند أهل العلم، وهذا الإسناد قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. المهم إن دوت الإسناد بتاع هذا المتن. مفهوم هذا الكلام؟ فيجي بعض الرواه فيروي المتن نفسه بإسناد آخر، يعني يجيب له سند تاني خالص. ده اللي احنا بنسميه ايه؟ دخل عليه إسناد فيه إسناد. بتلاقوا الكلام ده في كتب العلم، يقول لك دخل عليه إسناد فيه إسناد. فيجي بعض الباحثين يقول لك ايه؟ لئن كان السند الأول فيه ضعف فإن له شاهد بسند آخر عن صحابي آخر. معايا؟ فيقوي هذا بذاك. والواقع أن السند الآخر غلط، ليس هو من أسانيد هذا المتن. من روى هذا المتن بهذا الإسناد الجديد غلط في هذا وأخطأ. زي إيه؟ الله أكبر، الخير كتير النهاردة ما شاء الله. يعني ده معناها النهاردة هنسهر للفجر. جزاك الله خيرا. في حديث يرويه يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي قتادة
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ده حديث صحيح في البخاري ومسلم. تروني، فلا تقوموا حتى، لأن الرسول عليه السلام كانت بيوته أبيات زوجاته ملتصقة بالمسجد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لا يخرج إلى الصلاة إلا بعد أن تقام الصلاة. زي الأئمة اليوم من دولة يكون له حجرة قريبة من المسجد، أول ما يسمع الإقامة يروح خارج. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فيكون الإمام هو الذي يقتدى به. ده حديث صحيح في البخاري ومسلم، لا غبار عليه. لكن جه واحد غلط اسمه جرير ابن حازم. اسمه ايه؟ جرير ابن حازم. والراوي ده صدوق، مش ضعيف، صدوق. لحد هنا كويس. قال ايه؟ حدثني ثابت عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. يجي واحد من بتوع اليومين دول يقول ايه؟ عندنا اسناد صحيح واسناد حسن، يبقى الحديث حسن صحيح، فيزداد الصحيح به قوة. وإذا كان أحد الإسنادين ضعيف هيقول إيه؟ هذا الضعيف ينجبر بالقوي. وإذا كان الإسنادان ضعيفين سيقول ماذا؟ هذا يتقوى بهذا فيصير حسن لغيره. يجي العلماء يقولوا: لا يا ابني، أصلا رواية جرير بن حازم ديت غلط. رواية جرير ديت لا أصل لها، يعني لا ثابت سمع بالكلام ده ولا أنس، إنما جرير ابن حازم حفظ المتن ولكن غلط حيث رواه بإسناد غير إسناده الذي هو إسناده. فاهم الكلام ده؟ شفت الأئمة ودقتهم؟ يعني يقول لك لا، كل متن عندنا ليه سند، قد يكون له أكثر من سند، نعم، ولكن لابد أن تكون هذه الأسانيد محفوظة وليست شاذة ولا منكرة. هنا حصل لجرير بن حازم خلط. ليه؟ قالوا لأن جرير ابن حازم أكثر ما يروي عن ثابت عن أنس. أكثر الأحاديث التي يرويها عن ثابت عن أنس. فلما كان هذا الحديث من غير رواية ثابت عن أنس، وهو لم يتقن حديث غير ثابت عن أنس، توهم أن هذا الحديث من جملة ما يرويه ثابت عن أنس، فإذا به يرويه عن ثابت عن أنس، وليس هو من حديث ثابت ولا حديث أنس، إنما هو من حديث عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا في ذلك قصة، قالوا رواها الإمام أبو داود في كتاب المراسيل. قالوا إيه؟ قالوا إن جرير ابن حازم كان مرة جالسا في مجلس ثابت، وثابت كان يروي في هذا المجلس بأحاديث عن أنس. فلما انتهى ثابت من أحاديثه عن أنس، جلس جرير مع بعض أصحابه يتدارسون العلم، يتدارسون العلم والأحاديث، يتذكرون يعني. فحدث بعض الطلبة في المجلس عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي قتادة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ولم يكتب ذلك جرير بن حازم في المجلس، فلما انصرف إلى بيته توهم أن هذا الحديث سمعه في مجلس ثابت وليس في المجلس الذي كان على هامش مجلس ثابت، فظنه أنه من جملة حديث ثابت عن أنس، من أجل هذا وقع في الخطأ. يبقى لما تيجي تقول لك إيه الحديث ده ليه شواهد،
روي من حديث صحابي آخر أو حديث صحابة الآخرين، نقول له ممكن، ولكن لابد يكون سالم من الشذوذ والعلة. احنا قلنا لكم قبل كده مثال على هذا، اللي هو حديث محمد بن مصعب القرقصاني، وده راجل صدوق، أو يعني صدوق يخطئ، ليس ضعفه شديدا. روى حديثا عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. مفهوم الكلام ده؟ هذا إسناد لو نظرنا فيه نقول إسناد حسن، لكن قال العلماء ماذا؟ قالوا هذا غلط، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وأظن مسلم في كتاب التمييز، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله. قالوا هذا غلط، اتفقوا على هذا. يعني لو واحد مثلا من الأئمة دول، مع ان الواحد منهم أمة، صح الكلام؟ لو واحد منهم قال كلام ربما أنت لا تفهمه فتقول إيه لعله غلط، لكن كلهم يقولوا وبعدين تيجي تقول غلط. مرة قرأت في كتاب لبعض الباحثين بيقول إيه: وهذا الحديث قد أعله أحمد وعلي المديني والبخاري، وذكر 9 أئمة، 9 الواحد منهم أمة، مش كده ولا إيه؟ وبعد ما نقل كلامهم قال: كذا أعل الحديث وصدق الشاعر إذ يقول: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. يعني هو جاي في القرن الرابع عشر يصحح مسار العلماء، وبدأ يرد على العلماء 9. ده احنا يا ريت عندنا واحد منهم يا أخي، عايزين واحد دارقطني ولا واحد نسائي، أي حاجة، واحد منهم بس يكون في الزمان ده هينصلح الحالنا. 9 أئمة يقول لك كلهم غلطوا وكلهم لم يحسنوا فهم المسألة، أنا بقى جاي أشرح لهم. أشد من هذا، وجدت أيضا كتاب من كتب العلل لإمام من الأئمة المعروفين، أنا مش هقول لك اسمه لأن لو قلت لك اسمه هتعرف اسم المحقق وهتعرف إن أنا أقصد فلان. أنا ما أحب أذكر أسماء أحد، أهم حاجة الإيه؟ نستفيد الفايدة بعيدا عن الأشخاص. لكن الواحد يا أخي سبحان الله بيعتبر ويحمد الله عز وجل أن عافاه مما ابتلى به غيره. الإمام أعل الحديث بعلة خفية جدا جدا جدا، زي اللي هي بتاعت ثابت وأبان ديت، زيها بالظبط. المحقق ما فهمش كلام الإمام فأخذ يرد عليه. سيبك من الرد، ما احنا واخدين على كده. لكن المشكلة انه لما جه رد عليه قال له ايه؟ قال: كذا أعل الإمام هذا الحديث وما صنعوه وما قاله فليس منهجيا. يعني احنا جايين نعلم الأئمة المنهجية، كأن الأئمة دول ما كانش عندهم مناهج ولا أصول ولا أسس يبنون عليها. احنا في القرن الرابع عشر جايين بقى ايه؟ نصحح مناهج المحدثين. فدي طمة، يعني للأسف طمة إنك تظن أن هؤلاء الأئمة لم يكونوا منهجيين. طبيعة الحال لو الأئمة اختلفوا فاختلافهم كما وسعهم يسعنا، فبإمكاننا أن نرجح. لكن 9 من الأئمة اتفقوا على الشيء ولم يذكر هذا الباحث إمام واحد خالفهم. فكأن الأمة
حرمت من الأئمة حتى جاء القرن الرابع عشر فتفتقت الأرحام عن الأئمة. هذا الحديث محمد بن مسعب القرقساني عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. الإسناد دوت من حيث الظاهر إسناد إيه؟ حسن. فجاء الباحث أو بعض الباحثين الأفاضل وقال هذا إسناد حسن، ثم أخذ يأتي له بروايات أخرى يقويه أيضا معايا. لكن ماذا فعل العلماء الكبار كأحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة ومسلم ابن الحجاج؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذا غلط. والدرقطني أيضا قالوا هذا غلط. الراوي دخل عليه متن في متن، عمل توليفة كده يعني قص ولزق، جاء بجملة من متن فجعلها في متن آخر فتركب من مجموع المتنين حديث لا أصل له. واضح الكلام؟ قالوا الصواب بهذا الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميت، أو يبقى هنا إيه في كلا الحديثين إيه؟ مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال أولا انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. شوف الحديث تاني خالص. يبقى صواب الحديث أنه في إيه؟ أنه متعلق بحكم الدباغ. واضح هذا الكلام؟ فالراوي الذي غلط جعل الحديث في ذم الدنيا، قلب الحديث وجعله حديثا آخر تماما. زي الآخر اللي روى حديث إيه؟ كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صدقة الفطر، فقال لك كنا نورثه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجد، فقلب الحديث جعله حديثا آخر. فبينما الحديث في صدقة الفطر يعني في كتاب الزكاة، إذا به يجعله في ماذا؟ في الفرائض والمواريث. فيجي واحد يقول لك إيه؟ نعم عندنا حديث نحتج به في ميراث الجد، أو يقوي الأحاديث الواردة في الباب. نقول له أصلا هذا الحديث ليس من هذا الباب، الذي جعله من هذا الباب أخطأ حيث صحف ثم روى بالمعنى، والصواب أن الحديث إنما يستدل به في باب الزكاة في كتاب الزكاة، لا تعلق له بالمواريث. هذا ما أردت أن أبرزه لنفهم معنى قول الأئمة لا يكون الحديث شاذا ولا معلولا فيما يتعلق بالحديث الحسن خاص. يعني بعض الباحثين إذا كان بصدد الكلام عن حديث صحيح يقول لك لا، لابد يكون سالم من الشذوذ والعلة. ماشي الكلام؟ وده كلام طيب. لكن لما يكون بصدد الكلام عن حديث حسن لذاته وحسن لغيره لا يهتم بهذا، مع ان هذا اولى، لان الحديث الصحيح يرويه ثقة. واضح؟ فلئن كنا نشترط في حديث الثقة ان يكون سالم من الشذوذ والعلة، فكيف بحديث من هو دون الثقة؟ أليس من باب اولى الا يكون شاذا ولا معلولا؟ لكن العجب ان تجد الباحثين يحتاطون في ذلك ويحترزون من الشذوذ والعلة في حديث الثقة، ولا يحترزون من الشذوذ والعلة في حديث الصدوق أو في حديث الراوي الضعيف. فاهمين الكلام دوت؟ نكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة الواردة. بتبعي بردك ولا بتاع امبارح؟ قديم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم لا يخالف كون الشاذ يقع في أحاديث الضعفاء، لكنه لا يسميه شاذا ولكن يسميها منكرا لمجرد التنويع فقط. فهل يمكن أن يقال في مثل هذا لا مشاحة في الاصطلاح إن كان الجانب اصطلاحيا؟ فحينما نقول لا مشاحة في الاصطلاح حيث يرد عن العلماء تفريق. يعني إذا وجدنا مثل الترمذي مثل الشافعي مثل أحمد
يمتنع من إطلاق الشاذ، يمتنع من إطلاق الشاذ على حديث الضعفاء، حينئذ نقول لا مشاحة في الاصطلاح. هؤلاء رأوا جواز إطلاق الشاذ على حديث الضعفاء، وأولئك لم يروا ذلك. لكن احنا بنقول وندعي أن هذا هو الاصطلاح الدارج الذي كان عليه الأئمة عموما، كانوا لا يمتنعون من إطلاق الشاذ على أحاديث الضعفاء كما يطلقونه على أحاديث الثقات، كمثل ما قال أبو يعلى الخليلي رحمه الله، قال: الشاذ عند حفاظ الحديث ما يشذ به شيخ يعني ليس من حفاظ المكثرين، شيخ ثقة كان أم غير ثقة، فلم يفرق بين الثقة وغير الثقة في إطلاق اسم الشاذ على ما أخطأ فيه. وكلام الحاكم أيضا في معرفة علوم الحديث له يدل على ذلك أيضا. أما ما استدل به من كلام الشافعي فكلام الشافعي لا يدل على ذلك، ولعلنا نتوسع فيه عندما نتعرض لمبحث الشاذ، وأنا قد فصلت ذلك في الملزمة التي بين أيديكم في مبحث الشاذ ومبحث المنكر، فمن كان في عجلة من أمره فليرجع إلى الملزمة. طرحت بالأمس إسنادين ولم تذكر متنيهما، وبعدما بحثت فإذا هما هذان. دي بتفيدني ولا بتفيد الإخوة؟ يقول: الحديث الأول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والحديث الثاني: من سئل عن علم فكتب الجمع الله بالجمع جزاك الله خيرا. هذا يدل على ذكاء الأخ السائل أو الأخ المفيد، ويعني اجتهاده في البحث والتنقيب، وهذه فائدة. احنا بعد كده هنعمل الأسلوب ده ليه؟ عشان نخليكم تبحثوا ورانا، مش دايما هنقول لكم المتون حتى تبحثوا فتستفيدوا إن شاء الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر: التلقي بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق. اشرح لنا هذا الكلام. ما معنى التلقي بالقبول؟ كثرة الطرق يعني حديث قد يكون طرقه كثيرة ولكنها تدور على الرواة الضعفاء، فنحن نقويها، مش كده ولا ايه؟ نقويها، لكن هذه التقوية ليست دائما وليست مضطردة، فقد ترقى هذه الطرق إلى التقوية وقد لا ترقى. وحتى إذا تقوت فإذا خالفها ما هو أقوى منها تكون حينئذ مرجوحة، ويقدم الرواية الأخرى المخالفة والتي تكون أصح. أما التلقي فمعناه أشبه ما يكون بالإجماع، والإجماع حجة بمفرده، فكيف إذا كان الإجماع موافقا لحديث يروى في الباب؟ لأن معنى التلقي أن العلماء اعتمدوا هذا الحديث واحتجوا به وتلقوه بالقبول ولم يعارضوه ولم يخالفوه. ماشي الكلام؟ فهذا هو المراد، والله أعلم. يسأل سائل كريم يقول: هل سبقكم أحد في النص على علة حديث أبي سعيد مرحبا بوصية رسول الله والتي هي تصحيف هارون إلى نضرة؟ طبعا الإمام أحمد، أنا مش حكيت لك كلام الإمام أحمد وهو موجود في المنتخب من عيال الخلال، لما سئل عن هذا الحديث قال: لم يخلق الله من هذا شيئا. يعني هذا حديث لا أصل له بهذا الإسناد عن أبي نضرة، وأنا هجيب حاجة من عندي؟ أنا ما بجيبش حاجة، أنا أداة اتصال بس جيدة الاتصال. يقول لك الأسلاك الكهربائية المصنوعة من النحاس جيدة الاتصال، أنا زيها كده، يعني ما بعملش حاجة من عندي، ما بجيبش حاجة من عندي، أنا بجيب حاجة من عند الأئمة أقولها لكم. بارك الله فيك. هل كثر عند المتقدمين الحكم على الحديث بقول لفظته شاذ؟ لا، كلمة شاذ قليلة الاستعمال عند العلماء المتقدمين رحمهم الله، لكن الذي يكثر في كلامهم لفظ المنكر، وهذا مما يستدل به على أن المنكر والشاذ سواء. هذا مما يستدل به على أن المنكر والشاذ سواء، لأنه يستبعد جدا أن يكون هناك نوع مستقل يسمى الشاذ ثم لا نجد أمثلة له في كلام أهل العلم إلا أمثلة قليلة نادرة. والواقع أن قولهم شاذ هو شبيه بقولهم منكر، إلا أن بعضهم يستعمل عبارات تختلف في اللفظ عن البعض الآخر لكنها في المعنى تتفق إن شاء الله تعالى.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.